السلام عليكم. الساعة 3 الفجر. اللي لابسة كده اكيد كان باين عليا ان انا كنت في عيد ميلادي. اكيد ما رجعتش الساعة 3 الفجر، انا راجعة من بدري. عملت شعر ستريت، مش عارفة بصراحة هل ده اختيار موفق ولا لا. وبصوا، عملت ضوافري. اول مرة اعمل ضوافري في حياتي. بصوا، المهم ان انا اقنعت ماما ان انا اعملهم. ايه رايكم؟ هي بهدلوا شوية لان انا كنت مستعجله، فالهوا بهدلهم وكده. هيبقوا اطول من كده بس حسيتهم ان هما هيبقوا رقاصه قوي فقصرتهم. كنت هعمل بوبا بس لما دخلت على طريقه عملها يعني لقيتها يعني طويله قوي، وانا بصراحه ماليش خلق. في هديه جاتلي، ده مايك علشان انتوا دايما كنتوا بتشتكوا من صوتي في اليوتيوب. انا اخيرا هعمل كونتنت عدل على يوتيوب. انا قناتي على اليوتيوب اسمي فيها بالعربي، وما بنزلش خالص فيديوهاتي القصيره دي. انا بنزل فيها فيديوهات فوق ال7 دقايق فقط. صور لكم فلوج ان شاء الله. حبيت ان انا ابقى مختلفه السنه دي، وما عملتش كيك عاديه، عملت سوشي كيك. جبت طبق درجات كده فوق بعض عليه السوشي كانه تورته سوشي. الصور على انستجرام عشان تفهموني، انستجرام في البايو. التيم ده برده جايلي، ايه رايكم؟ تحفه. صحابي قرروا ان هم يعملوا عيد ميلادي في ابعد حته في مصر، التجمع. انا بيني وبين التجمع ساعه وممكن اكتر كمان. كنت في ماونتن فيو، في هناك اسمه تقريبا لافندر، مش فاكره. 9 ل 12. احنا رحنا هناك الساعه 11 باين، ساعه رايح وساعه راجع، فالموضوع كان صعب قوي. في شعري حاسه ان الكيرلي احلى بصراحه، عشان الستريت بصوا بيبين ان اطرافي مقصفه بزياده. السلام عليكم.